ايمن اشرف وشادي حسين وبرونو سافيو ولويس ميكيسوني وولتر بواليا خارج النادي الاهلي، ومعاهم حمدي فتحي اللي هيروح الدوري القطري لنادي الوكرة. اما محمد عبد المنعم ونادي الهلال السعودي فلغايه دلوقتي بيقول لك ان العرض مش رسمي، لغايه دلوقتي بيقول لك ان ده كلام شغال ما بين نادي الهلال والنادي الاهلي عشان محمد عبد المنعم. الاخبار بتقول ان عرض الهلال السعودي لضم محمد عبد المنعم 12 مليون دولار، النادي الاهلي عايز ال 12 مليون دولار توتو على كبوته كلهم كاش مره واحده. حسين الشحات اللي فيه اخبار بتقول برضه ان هو في نادي سعودي مقدم عرض لحسين الشحات، برضه العرض مش رسمي. وفي انقسام موجود في اداره الكوره في النادي الاهلي حوالين امام عاشور، البعض مؤيد وليه لا، ليه ما نتعاقدش مع امام عاشور، والبعض التاني بيقول لك لا مش هينفع ان احنا نتعاقد مع امام عاشور. الاعتراض على امام عاشور مش اعتراض فني، اعتراض فكري، او بالاصح بمعنى طريقه تفكير امام عاشور مش عاجبه بعض الناس في اداره الكوره في النادي الاهلي. اما بالنسبه لصفقه محمد رضا بوبو فنادي بيراميدز دخل في الصفقه. النادي الاهلي المفروض ان هو مخلص مع اللاعب، متفق مع اللاعب على كل حاجه، لكن الفكره كلها في اداره نادي فيوتشر اللي بتغالي على النادي الاهلي في عقد اللاعب. وفي خلال اليومين اللي جايين دول اداره النادي الاهلي هتقعد مع مارسيل كولر عشان تحدد الراحلين عن النادي الاهلي، وعشان بمعنى اصح ومعنى صريح نحط النقط على الحروف على شويه لعيبه. رامي ربيعه يكمل ولا ما يكملش، طاهر محمد طاهر هيكمل ولا لا، وشويه لعيبه تانية هيتحدد هم هيكملوا في النادي الاهلي ولا هيخرجوا، ولو في لعيبه هتخرج للاعاره ولا بيع نهائي.